حبيبي الغالي، الله يوفقكم يا شيخ، الله يبارك فيك. القعقاع تفضل. السلام عليكم شيخ ياسر، حياك الله. السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله يا الحبيب. كما قال لك اخي اللي قبل ذلك، احبك في الله شيخ ياسر. أحبك الله يا الغالي، الله يبارك فيك ويسلمك. جزاك الله خير. الشيخ ياسر عندي واحد سؤال. نعم. سؤال هذا صديقي بمن ندخل في الاشكال بلي انني شخصي لا ولا لا. صديقي دي كنت معاه ليله البارح، كان في حاله يا شيخ. عنده 3 سنوات تقريبا زواج. تمام. البارح كي بدا يهضر معايا شو حسيته انه كاتم حاجه في قلبه كيما هكا، وداخل في موضوع الطلاق. قال لي زعما كي شغل عنده شغل فكره الطلاق يدولو في راسو. كما يا شيخ ياسر. تكلمت معاه قلت له زعما لا والصبر وكاع. نحكي لك البدايه تاعو. هو كان الزواج تاعو زعما في الاونه الاولى وكاع كان زعما كانت عنده مشاكل زعما من ناحيه الزوجه، كانت شغل مسحوره، كانت يتبع الرقعات والى اخره. وقبل هذا وانا لك الزوجه تاعو كانت في بيت اهلها وكاع شغل الاب تاعها كان يعنفهم في الدار بزاف. تمام. ايوه شغل ولات معاه كما نقولوا هنايا اغريسيف معاه في الدار. تمام. ما شغل تقريبا هو كان متخيل يعيش حياه ورديه، وقال لي ما كنت متخيل زعما. ونصحته قلت له ممكن ذنب كما قال احد السلف، قالوا اعمل ذنبا فاراه في دابته واخلق زوجته واولاده الى اخره. فهمت على واحد بلي ما لا تظلمها، ممكن حقوقك راهي باينه ما تظلمها وما تروح للطلاق، ماشي طريقه للطلاق. واش تنصحوا كنصيحه ليه؟ وانا انني كما يقول راني نصيحه لي انا متزوج جديد. وجزاك الله خير. امين. بارك الله فيك. دائما شوف المرأة احيانا اذا رأيت منها صدودا خلاص دعها وشأنها، دعها وشأنها، بمعنى هي اذا كانت هكذا بهذه الطريقة تمام دعها وشأنها. وقل لها شوفي 1 2 3 تفعلين هذه الامور، انت تضع هذه الامور، فعلتها اللهم لك، ما فعلتها تروح البيت اهلها خلاص. شغل الشيخ ياسر استعمل معها بزاف طرق كثيره زعما يهجرها يهجرها خلاص. اذا ما نفع خلاص بسلامتها تروح، حتى ما يدوخ روحها. اذا راى انها ما تسمع الكلام وعنده بنت شيخ في عمرها عام تقريبا. والله لو عندها 10 يا شيخ، اذا وضع لها امورا وما راى منها طاعه فهو ايش بالخيار، ان شاء مثل ما يقولون ترك، وان شاء طلق، حتى ما على قولتهم تتمرد عليه. وانا ذكرت هذا الامر في مقطع النشوز في العصر الحديث. المرأة إن لم تكن موجود في اليوتيوب. نعم ذكرتها باليوتيوب. فالمرأة إن فعلت أمورا معينة في البيت سيئة فلا تكافئ على هذا الأمر وتعاقب. لا بد من معاقبة المرأة في شو اسمه إذا أتت بشيء سيء في البيت. أنواع العقاب زعما الشيخ. مثلا ذكرت العقوبات، ذكرهن شو اسمه. تفضل. يلجأ للضرب زعما مثلا. الضرب هذا آخر شيء. نعم هذا كما ذكر في القرآن، لكن بداية الهجر في المضاجع ذكرت هنا أنا تمام. قبل الهجر في المضاجع اللي هو إيش؟ أنك تسحب منها بعض الأمور، بعض الامتيازات اللي أنت في البيت، امتيازات مثلا أنت تضعها في البيت، تشيل الامتيازات هذه. امتيازات كثيرة، مثلا أضرب لك مثال أحد الامتيازات في التأديب. ولذلك أنا من عندما ذكرت للإخوة أن الإنسان ما يأخذ موظفة وما يأخذ وحدة جامعية. لماذا؟ لأن هذا غالبا النشوز عندهن عالي، لكن أنت تأخذها مثلا امرأة صاحبة بيت، فصعب جدا أن تنشز هذه المرأة، صعب، لأنها إذا نشزت عوقبت، بمعنى يسحب منها الامتيازات. فإن سحب منها الامتيازات مشت عدل، أمور طيبة راح تمشي عدل. لماذا؟ لأن الرجل قائد. أما إذا الآن غالب إلا من رحم ربي الأسر الآن الموجودة غالبا مشاركية، يعني في مشاركات، هي تفعل أمور وهو يفعل أمور،
فالنشوز عنده يكون عالي جدا، وممكن ترفع صوتها عليه، ممكن تغلط عليه تسبه. والرجال هكذا الان في هذا الزمن الا ما رحم الله. اسمح لي شيخي، انا قلت زعما من كبرت في ضغوطات نفسيه في اهل البيت، اي اهل البيت ابيها زعما قبل ما يتزوجها. هذا ليس شو اسمه تبريرا ان تكون ليس سيئه مع عذرا. زوجها. هذا ليس تبريرا ولا تسويغا ان تسيء الى زوجها. جزاك الله ما خير. ينبغي، ما ينبغي. بالله عليك، لو كان هذا الزوج، خلينا نقول لو كان هذا الزوج مديرا، مديرا مثلا وهي تعمل، تفعل هذا معه؟ اشكيك. ما تستطيع ان تسيء اليه يا رجل. ولو كانت تدرس في الجامعه، هل تسيء الى الدكتور بالجامعه؟ طيب لماذا عندما تاتي الى البيت تحط الضغوط النفسيه كلها بالزوج وتقول والله تحملني انا؟ هذا ما يصلح يا شيخ. ما الشيخ تقول تقريبا عندها شويه تاع فكر نسوي. انا منه ما متاثره من النسوه الا من رحم ربي. ولذلك لابد للرجل ان يضع للمراه حدودا، يقول لها هذه حدودي. جزاك الله. فان تجاوزتيها ايتها المباركه بيتهلك هذاك. ما تدوخ روحك. تمام يا الغالي؟ جزاك الله خير. الله يبارك فيك، حياك. ونصيحة لي أنا عندي أسبوعين من الزواج يا شيخ. أنت على قولتهم شو اسمه، استمتع بزواجك، ولكن لا شو اسمه، لا تتعلق كثيرا، يعني لا تقابل المرأة 24 ساعة. لا ما نقابل يا شيخ، لا تخاف. جزاك الله خير. زوجك الله شيخ، أقر الله عينك بزوجك صالح. حياكم الله. جزاك الله. السلام عليكم. سلامك ربي، الله يبارك فيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.